هنا كاين هاد الباب هذا، واحد النافورة. المهم الجردة راه كبيرة، الجردة هذا ماشي صغيرة، راه كبيرة فيها ما تشوف الرباط ما تشوف. ودابا جينا الجريده، هذه هي الجريده اللي كاينه في البدايه. نبارطاجيو معكم شي هي الاجواء كيفاش دايره هنايا ديال هاد الجريده هذه. هذه الجريده اللي كاينه داخل الودايه، داخل يعني تشرب قهوه وتجي تضرب ضويعه. نتوما ما كتشوفوا الناس جالسين. وكاين البيبان نتوما الاجواء كيفاش دايره هنايا. خلونا البيبان ندخلو نشوفو شنو كاين داخل. المهم كاع البيبان اللي كاين هنا مسدودين، انا مسدود. هذا نشوفو هذا شنو محل، كلشي مسدود هنا، كلشي مطرق. كاين واحد الباب هنايا نطلعو نشوفوه شنو فيه. هو البيبان مسدودين، اي باب بغيتي تدخل ليه كتلقاه مسدود. نتوما الاجواء في هاد الجريده هادي، الجريده اللي زوينه الصراحه، شميتها اليوم. المهم هاد الجريده هادي راه كاينه في الودايه، يجي بنادم يشرب قهوه ديالو ولا اتاي وحليوه وغادي يجي يضرب دويره هنا في هاد الجرده هادي. الجرده اللي زوينه الصراحه، جو ناضي 5-5. المهم الجرده راه كبيره، الجرده هادي ماشي صغيره، راه كبيره فيها ما تشوف الرباط ما تشوف. المهم كما شفتوا هاد الجريده هادي اللي زوينه الصراحه، اللي بغى يجي يضرب دويره هنايا. واحد النافوره. حديقة الوداية، هنا كيعطيوكم النباتات اللي كاينين.
جيو للرباط، جيو الرباط راه معمرينها البراني اللي معمرها هنا. ها الكور هنايا، الرباط تزادوا فيها النسبه ديال الكور، ولاو كيجيو ليها بزاف، يعني ولات معروفه بالتراث ديالها، المآثر التاريخيه ديالها. هانتوما هي الكور هنايا، هي بزاف ديال الكور. واحد الباب هذا هنايا محلول، اخيرا لقينا باب محلول. شنو كاين هنايا؟ طواليطات، هنا دايرين طواليطات اول مره كنشوفهم. شو هما ما يبغى الطواليط راه يجي يدخل هنا. هنا كاين هذا الباب هذا، داك البير راه قديم، داك البير متيطلعوش ليه، ما عندكش من ندوز ليه، معرفتش واقيلا من هنايا. نشوف كايناش بلاصه ما نطلع ليه. ماشي داك البير، راه هو داك البير من عهد المرابطين والرومان، هو كاين داك البير. ما عرفتش واش ما كاينش شي بلاصه واقيلا ندخل ليه. شوفوا ما دايرينش ليه بلاصه ملي غدوز، انا كتصوروا مع منع. المهم نقربوا ليه شويه وصافي. المهم هذا البير هذا راه قديم، هذا البير ديك البومبا هذاك كلشي قديم. نتوما كيما كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره. دائما تحت شعار كاين ما يتشاف في الرباط. فهمتي، في الرباط مدينه سياحيه ومازال غادي يتزادوا السياح على الجاد، لان انا كنشوف هنايا غير السياح، يعني غير الناس الاجانب قليل اللي كتلقى شي مغربي ولا شي حاجه. المهم الرباط راه معروفه، دابا غتولي معروفه اكثر بهاد الاصلاحات اللي كيديروا فيها، وهاد المآثر الطبيعيه، المآثر التاريخيه اللي كاينه هنايا. فوصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو. الا كنتي اول مره كتفرج باش دير واحد لايك، ابوني. تلاقاو.